النهارده لو عندك كده 3 حبات من الباذنجان الرومي، تعالى اقولك النهارده هتعملي بيهم ايه. هنقطعهم شرايح رفيعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين هنرش عليها حبه ملح كده لغايه ما يصفي الميه بتاعه الباذنجان كلها، وبعدين هتنزليها طبعا في المصفى علشان تنزل كل السوائل بتاعتها. في المرحله دي بقى هنا بكون حاطه حله على النار فيها بصل ورق لوري حبهان، وبنزل كده بشرايح الفراخ، ممكن كمان تكون اوراق لو عندك. وبعد ما تستوي هنخليها لان احنا مش عايزين عظم، عايزين اللحم بس بتاع الفراخ. شايفين بالشكل ده. وطبعا البتنجان هنقليه، لو انت مش حابه تقليه ممكن تدرسيه كده في صينيه وترش عليه حبه زيت وتدخليه الفرن، هيطلع معاكي ممتاز جدا وكويس جدا. يعني عادي لو عندك، لو عايزه تقليه مش عايزه تقليه يبقى تدخليه الفرن. بعد كده ده شكله هو البتنجان بعد ما قلناه. طبعا بترش عليه ملح وتسيبيه يتصفى، بينزل كل السوائل اللي فيه ومش بيشرب زيت. هجيب بقى حله هنا ضفت فيها كده شرايح من البصل، ممكن كمان تضيفي شرايح من الطماطم وشرايح من البصل، وبعدين هجيب البتنجان الشرايح كده المقليه وهبدا ارصها بالشكل ده. بثبت بقى كده الجزء اللي من تحت والتاني كده على الحله بالشكل ده. لازم تثبتي جزء كده من تحت علشان لما تقلبي المقلوبه بتاعتك يبقى شكلها حلو. هبدا بقى كده ارص على جوانب الحله بتاعتي كلها البتنجان. وطبعا هنا مش بنحط اي ماده دهنيه، بنكتفي بالزيت اللي في البتنجان. شايفين بالشكل ده. طبعا بعد ما اخلص كل كميه الرص البتنجان هوريها لكم. شايفين انا كده رصيتها، جبت بقى جزء من الفراخ اللي استوت وابتديت ارصها كده من تحت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو كده. ممكن كمان تقطعيها قطع صغيره وممكن تحطيها شرايح اللي يريحك، بس انا حبيت احطها كده علشان لما نقلبها يبقى فيه شرايح من الفراخ من فوق. شايفين بالشكل ده. هنجهز بقى هنا كده الرز بتاعنا، وطبعا الرز بتاعنا ما يكونش مستوي ولا اي حاجه، هو هيكون رز ني مغسول عادي خالص. معايا هنا كوبايتين رز يعني نص كيلو، ضفت عليهم معلقه كبيره من الملح ومعلقه كبيره من البابريكا، وكمان هنزل عليهم بمعلقه كبيره من الكاري بالشكل ده. وهنزل عليهم بقى بمعلقه من الملح، بقى معلقه سوري من الفلفل الاسمر، ومعلقه من بهارات الفراخ. تمام كده. وهنقلبهم بقى كويس جدا لغايه اما الرز ده يشرب كده من التوابل او يتبل كله ويتقلب كده مع الملح والتوابل دي وياخد من طعم التوابل والملح بالشكل ده. هجيب بعد كده بقى عندي هنا الرز، هبدأ اخد بقى نص الكمية اضيفها على الفراخ بالشكل ده. شايفينه. هفردها كده بالمعلقة اهو، وبعدين بقى هجيب باقي الفراخ اللي كانت باقية عندي قطعتها قطع صغيرة وهضيفها في نص الرز بالشكل ده على الرز من فوق. شايفين اهو. بعدين كمان هاخد باقي كمية الرز اللي باقية وهنزل على الفراخ من فوق. يبقى انا كده حشيت من النص الرز كده فراخ، ومن تحت خالص في فراخ. شايفين. وهساوي كده السطح بتاعها بالشكل ده. وبعدين هجيب بقى البتنجان الزوايد اللي طالعة من فوق دي وهبدأ اقفل بيها الرز. شايفين. هقفل كده على الرز بالشكل ده اهو، كل البتنجان المتبقي كده من فوق هنقفله بالشكل ده اهو. وطبعا في المرحلة دي تكون المرقة بتاعتك بتغلي يعني سخنة جدا. لو ما عندكيش شوربة يبقى تضيفي مكعبين من المرقة على كوبايتين من المية وتسيبيهم كده على النار يغلوا غلوتين، وبعدين هننزل على الرز بيهم. شايفة دي المرقة اهي بتاعتي. هبدأ كده اغطي الرز كأني بعمل رز عادي خالص اهو بالشكل ده. طبعا كمية السوائل دي احنا مش هنحط تاني بعديها، وهنرفعها نغطي الحلة بقى ونرفعها على النار لغاية ما تستوي معايا. وده شكلها بقى كده بعد ما استوى معايا. شايفين الرز مفلفل ومش معجن، والريحة بقى ما شاء الله، عايزة اقول لكم ريحتها وطعمها جميل جدا. قلبتها بقى بالشكل ده، وبعدين هزينها كده بشرايح من الفلفل الالوان. طبعا التزيين ده بتاعك انتي، ممكن تقطعي شرايح طماطم، ممكن ما تزينيش خالص عادي يعني اللي يريحك. بس انا علشان طبعا الاكل يبقى شكله حلو لازم تزينيه كده بشرايح من الفلفل الالوان. ده بقى شكلها. شايفين بقى شكلها جميل حاجه جدا كده ازاي. جميله ما شاء الله. لو اول اللهم مره بارك. تشوفيني حاجه يا كده ريت تشتركي في تحفه. قناتي وتفعلي اتمنى الجرس بقى يعجبكم عشان الفيديو، يوصلك كل ما جديد من تنسوش تعملوا لايك فيديوهاتي. وشير باي وتشتركوا في باي. القناه علشان وبألف يوصلكم هنا على كل جديد. باي باي.